تحية إيلون ماسك في حفل تتويج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أثار بلبلة كبيرة في العالم الغربي والأوروبي، بين ما اعتقد أنه تشبيه لحركة الفهر أو أنه السالويت، أنها تحية رومانية. لكن من يختص في علم الآثار والتاريخ يستطيع أن يميز آوي كايزار مريتوري سالوتنت، التحية التي يقوم بها الجلاديتور للقيصر أو الإمبراطور، وبين ما قام به إيلون ماسك أدوليكتيو، وهي تحية الإمبراطور والقائد السياسي والحربي لجيشه وشعبه. وهذه الحركة التي قام بها إيلون ماسك تذكرنا بأول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية، أوغسطس أوكتاف. لو نحاول ربط الأحجية بين لباسه شبيه للجلارييتور بالبافومت والصليب المقلوب، أو قميصه فيلم الغالا باللاتينية نووس أوردو سيكلوروم New World Order، النظام العالمي الجديد، يذكركم ذلك بالدولار الأمريكي والعين الواحدة. حتى حركة العين التي يتساءل عليها العرب والعجم، هل هو من الريبتيليانز أو روبوت؟ نفسها تنبأت بها مجلة The Economist لسنة 2025. كيف تنبأت أن حركة عين إيلون ماسك ستكون حديث البشر، وأن عينه والعين الواحدة ستكون على البشر. هل إيلون ماسك مجنون ويعتقد أنه قائد وحاكم للبشرية والأرض؟ أو أننا نحن المجانين، وبالفعل بنيورالينك وشريحة بسيطة وبالسيطرة على العقل مع جيش من الروبوت ذا أوبتيموس سيصبح قائدا للبشرية والأرض؟ وهل فعلا دونالد ترامب من يحكم أمريكا، أو أن إيلون ماسك بهذه الحركة يعلن رسميا بداية نظام عالمي جديد وحكم له على البشرية؟ ويا لها من صدف.